قوة هذا الحزب وقدرته على انه يقدم نموذج للحياة السياسية المصرية ربما غير مسبوق من عشرات السنوات. احنا لأول مرة في حزب سياسي مصري قدام انتخابات بين قائمتين او مرشحين كلهم بيحظوا باحترام عام داخل الحزب. لا يستطيع احد من بين انصار هذا الفريق او ذاك الفريق ان هو يعني يشكك ولو للحظه في اخلاص اي من المرشحين للوطن وللحزب ولمستقبل هذا الحزب. لا يستطيع احد يشكك في قدرات الناس او في طاقتها او في امكانياتها على الاطلاق. كلها قامات كبيره، كلها ناس لهم احترام مش بس داخل الحزب، داخل المجتمع. خليني اقول لك ان انا بعتبر زي ما قلت في مدخل كلامي انه هذه الانتخابات تهم الراي العام، لانه الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي هو في القلب من القوى الديمقراطيه المدنيه الحديثه. صحيح. وهذه القوى منيت بعدد من الخسائر والمحن في الفترات الاخيره، واصبح هو ملاذ، واصبح هو امل، واصبح هو ربما طوق النجاه بالنسبه للكثيرين. وعشان كده بقول انه هذه الانتخابات تهم ناس كثيره خارج الحزب، ناس كثيره جدا من خارج الحزب، من المثقفين والساسه، وربما بعضهم متعاطف مع الحزب وبعضهم مش في الحزب اصلا. احنا ما عندناش مشكله فلوس في الحزب. انا في تقديري ان في حال نجاح قائمه فريد زهران مهندس باسم كامل، بالتاكيد دائره المتبرعين ستكون اوسع، بالتاكيد هنقدر نوفر فلوس اكتر من اللي بتتوفر دلوقتي. وانا بصراحه طول الوقت كان بيبقى عندي تحفظ على الفكره بتاعت ان الحزب يعتمد في تمويله على 3 4 5 متبرعين اساسيين وفقط. الحزب ممكن يوسع دائره المتبرعين، والحزب ممكن يواصل توسيع هذه الدائره كلما تواصلت انشطته وتواصلت نجاحاته على الارض. في تقدير بيقول ليس في الامكان ابدا من مكان. احنا حصلنا على 4 كراسي ولم يكن في استطاعتنا ان نفعل اكثر من ذلك، ربما لان معناش فلوس، ربما لانه المناخ السياسي يشهد حاله من تراجع للعمليه السياسيه والعمليه الديمقراطيه، ربما بسبب تدخل اجهزه الدوله كما افادت كل التسريبات التي تسربت لاسباب عده تقال وتساق. الحزب قبل بلاء حسن وما كان يمكن له ان يحصل على المزيد. انا بصراحه مختلف مع هذا الكلام. انا لا رايي ان احنا في 2012 كان لازم بالضروره نحصل على 20 بس، لا كان ممكن نحصل على اكتر، وانا كنت مسؤول عن ملف الانتخابات. ولو انا بما يرضي الله مسكت ورقه وقلم وعملت تقييم الانتخابات 2012 هطلع اخطاء كتيره ودروس كتيره ممكن استفيد بيها لو كان التاريخ كرر نفسه. بس معقوله في عمر 5 اشهر؟ ما فيش مشكله، بس في نفس الوقت دائما ما فيش حاجه اسمها ليس في الامكان ابدا مكان. المره دي صحيح كل الظروف دي صحيحه، ولكن كان في شيء ايجابي كبير جدا كان ممكن تستند اليه، اللي هو انك انت حزب بقاله سنوات. احنا لما بدأ في 2012 كان عندنا مقر واحد ساعه ما خضنا المعركه الانتخابيه. في الانتخابات الاخيره كان عندنا مقرات في المحافظات، كان عندنا امانات في المحافظات، كان عندنا جسم، كان عندنا هيكل تنظيمي. كل ده ما كانش موجود بهذا القدر في 2012. وجودي على الارض هو لو عايز تلخصه تلخيص، انا مش عايز اقول تلخيص مخل، لكن عايز الخصه تلخيص موحي وموجز. انا امبارح كنت في الاقصر بلتقي ب3 امانات تجمعوا وطلبوا لقاء، واخد بالك، على هامش موضوع الانتخابات. انا بروح الاقصر كتير وبروح المحافظات كتير، بس ده اللقاء ده كان على هامش الانتخابات. فانا لقيت نفسي موجود في وسط هو ده الارض، هي دي الناس، واخد بالك. انا الناس بالنسبه لي الدكتور محمود عبد الوهاب والحاج محمد عبده والعمده عبد الحليم والحاج ياسين بشير والدكتور مهاب القاضي والدكتوره حنان. انا امبارح كنت في مكان حسيت بان انا فخور بان انا مع الناس دي، مش ان هم معايا، لان بعض الناس دي ممكن ما تصوتش لصالح فريد زهران والمهندس باسم كامل. بس انا بالنسبه لي هو ده الحزب بالنسبه لي هو الاستاذ اشرف شكير والحاج مصطفى ابو صالح. انا بالنسبه لي الحزب هو القعده بتاعت امبارح، هذا ما يمكن ان نبني عليه. بالنسبه لي مش في كام مقر في الاقصر او في كام فلوس بتتصرف. بالنسبه لي البشر دول هم هيعملوا المقرات وهيعملوا الفلوس.